تربية الطيور ما بقتش جايبة همها معاك وسعر الأعلاف كل يوم في الطلع. أنا النهاردة هقولك على علفة قوية جدا في زيادة الأوزان وزيادة إنتاج البيض ورفع المناعة وفاتح الشهية، وكمان بتحمي جسم الطيور بتاعتنا من إن يجيلها أي مرض، وبتحافظ على صحة الطيور بتاعتنا ببلاش وداعا لشراء العلف وضد غلاء التجار. هنعرف الطيور بتاعتنا من غير ما نشتري أي علفات، وخلي العلفات تعفن عند التجار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه النهاردة يا حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا بخير وبأفضل حال دايما يا رب. قبل ما نبدأ الفيديو تنسوا الصلاة على الحبيب ومصطفى عليها أفضل الصلاة والسلام، وتحطوا لايك للفيديو ده وتشترك في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. وداعا لشراء العلف، النهاردة هنعمل مع بعض روتين سهل وبسيط هنعلف فيه الطيور بتاعتنا علفة قوية جدا ببلاش. كل حاجة من المنزل، كل اللي هنحتاجه 14 جنيه بس. هنعرف الطيور بتاعتنا يوميا ب14 جنيه بس، وكمان علفات قوية جدا في زيادة الوزن ورفع المناعة وفتح الشهية. بتحمي جسم الطيور بتاعتنا من ان يدخلها اي مرض، وكمان فيها كميات عالية جدا من الفيتامينات من البروتينات بتوصل الطيور بتاعتنا للوزن العملاق. رهيبة جدا في زيادة انتاج البيض. زي ما انتوا شايفين كده قدمت العلفة بتاعتي للطيور، وكمان خرجتهم في الشمس لان الشمس مفيدة جدا للطيور بتاعتي، بتكمل الفيتامينات الناقصة وبتقتل اي مرض او اي بكتيريا او اي فيروس في الجسم بتاع الطيور بتاعتي. الشمس مفيدة جدا بشكل كبير جدا للطيور. الشمس بيبقى ليها دور كبير جدا في زيادة انتاج البيض، لان هي بتكمل الفيتامينات الناقصة في جسم الفراخ البلدي بتاعتنا، ولما تكمل الفيتامينات الناقصة وتبقى الفراخ البلدي بتاعتنا قوية جدا، فبالتالي هتغرقنا بيض وهتمطر علينا الدنيا بيض. العلفة اللي احنا هنعملها النهاردة دي فيها فوائد غير طبيعية لجميع انواع الطيور، رهيبة جدا في زيادة الوزن، وكمان بتوصل الطيور بتاعتنا لوزن عملاق. البط بتاعنا هيوصل ل8 كيلو ونص و9 كيلو في خلال 3 شهور ونص 4 شهور بالكتير جدا، وبرضو على حسب العلفات اللي احنا بنقدمها للطيور بتاعتنا. لو فضلنا نقدم العلفة دي على طول فبسم الله ما شاء الله البط بتاعنا هيوصل ل9 كيلو في خلال 3 شهور ونص بس. وبالنسبة للفراخ البلدي فهتبدأ تبشر معاك بيض من عمر 3 شهور بس، ولو عمرها ازيد من 3 شهور ولسه ما بيضتش فهتبدأ برضو تبشر معاك بيض، ولو باضت وقطعت فهي هترجع من تاني تبيض، بالعكس اقوى من الاول، وحجم البيضة بسم الله ما شاء الله هيبقى كبير جدا. تعالوا بينا نعرف ايه هي مكونات العلفة اللي احنا هنعملها النهاردة، وبعد كده نرجع لفوائد العلفة بتاعتنا تاني. اول حاجة ب14 جنيه هنروح اي محل اعلاف هنشتري كيلو دشيش وكيلو ردة، وهنطبخ الدشيش طبخ الدشيش علشان في متابعين كتير بيسألوني عليه نفس طريقة الرز بالظبط. بعد كده هنجيب بواقي البيض اللي فايضة مننا، اذا كان رز بقى بطاطس اي الحاجات دي، وهنجيب بطاطس وهنقطعها مكعبات صغيرة، وكمان بصل وخيار وبرنجان اي حاجة بدأت تبوظ عندنا في التلاجة هنجيبها وهنقطعها على العلفة بتاعتنا. هنجيب 5 ترغيفة من العيش المجفف، وهنقلب الخلطة دي كلها في بعضها كويس جدا. طبخنا الدشيش هنسيبه يبرد، وهنجيب الردة هنقلبها على الدشيش. هنجيب بواقي المنزل اللي فايضة مننا وهنقلبها برضو على الدشيش والردة. عندنا بقى اي حاجة بدأت تبوظ في التلاجة تنتن معانا، بطاطس خيار بصل برنجان، كل الحاجات دي هنجيبها برضو وهنحطها على العلفة بتاعتنا. العلفة دي بتبقى قوية جدا بتوصل معانا الطيور بتاعتنا لأوزان عملاقة في خلال وقت قصير جدا، بتوفر معانا وقت وبتوفر مجهود، وكمان بتزود أرباحنا وبتكسب الألفات. الأعلاف بقت غالية جدا ومعدناش حمل الأسعار اللي بنسمعها في العلف ده، فهنعرف الطيور بتاعتنا من المنزل من غير ما نتكلف ولا حاجة. هنتكلف بس كيلو الدشيش وكيلو الردة اللي احنا هنشتريهم يوميا بس كده. فوائد بقى العلفة اللي احنا عاملينها النهاردة ان هي ليها دور كبير جدا في زيادة الوزن، بتوصل معانا الطيور بتاعتنا لوزن عملاق في خلال وقت قصير جدا، وكمان بتغنينا عن شراء العلف، بل هي احلى من العلف بمراحل، لان هي فيها كميات من البروتين وكميات من الفيتامين وكميات من الكالسيوم والكوليسترول عالية جدا، فيها فوائد غير طبيعية.
الوجبة دي او العلفة اللي احنا عاملينها النهاردة دي مكمل غذائي طبيعي جدا، من اقوى العلفات في زيادة الوزن وزيادة انتاج البيض. بعد ما تستخدم العلفة دي للطيور بتاعتك فانت معدتش هتلحق تلم الانتاج اليومي بتاع البيض بتاعتك، لان هي بترفع هرمونات من الفراخ البلدي، فبسم الله ما شاء الله هتزيد معانا من انتاج البيض بشكل غير طبيعي. واهم عنصر في العناصر الربح من الطيور ان احنا نوفر ونحلف الطيور بتاعتنا علفات من البيت، وكمان يكون ليها فوائد للطيور بتاعتنا. والعلفة اللي احنا عاملينها النهارده دي قوية جدا، الدشيش والردة وبواقي المنزل، وخاصة ان البطاطس فيها كميات عالية جدا من الفيتامينات ورهيبة جدا في زيادة الوزن، لان البطاطس معانا مليانة بالنشويات. الخبز المجفف واللي احنا هنحطه على العلفة بتاعتنا ودي الطيور بتحبه، بيحمي جسم الطيور من ان يدخلها اي مرض او اي فيروس، وكمان بيرفع معانا من التحويل الاوزان بشكل غير طبيعي، وكمان بيرفع هرمونات الفراخ بتاعتنا، فبنحصل على اعلى انتاج من البيض البلدي. وكمان بسم الله ما شاء الله حجم البيضة بتاعتنا هيبقى كبير جدا، وحجم الطيور بتاعتنا هيزيد بسرعة الصاروخ، محناش هنلحق على الاوزان اللي هتجيلنا دي. بسم الله ما شاء الله هنوفر وقت، لان الطيور بتاعتنا هتيجي بشكل غير طبيعي على العلفة اللي احنا عاملينها دي، هتزود من الانتاج وهتزود كمان من رفع المناعة وفاتح الشهية. فيها كميات عالية جدا من الفيتامين، من البروتين، من الاملاح المعدنية، من الكالسيوم، من الكوليسترول. والعلفة دي مع الشمس فغير طبيعي بقى، وخاصة ان انا حاطة كده طشت مية للبط بتاعي، فالسباحة والعلفة دي والشمس، فالبط بتاعي بسم الله ما شاء الله هتلاقي تحويل فيه غير طبيعي. لو عايز تحصل على اوزان عاليه شبهي فلازم تعمل العلفه دي، وكمان تحط كده طست ميه للبط بتاعك علشان يسبح فيه. البط كائن مائي بيحب السباحه جدا زي ما شرحت في الفيديو اللي فات. كمان الاوزان بتاعته برضو بتيجي على السباحة، لان هو لما بيسبح كده فبنعالج الخمول بتاع البط، بنزود من النشاط بتاعه، فبالتالي بيجوع اكتر فبياكل اكتر، فبسم الله ما شاء الله الوزن بتاعه بيطلع اكتر. رافع مناعة قوي جدا. العلفة اللي احنا عاملينها النهاردة دي فيها فوائد غير طبيعية، يعني علفة من البيت كلها، مش هنشتري بس غير الدشيش والردة. العيش المجفف موجود في البيت، هنجيب العيش او الخبز معانا وهنسيبه بس 5 دقايق بس في الشمس، وهتتلاقي العيش بقى مجفف خالص معانا. بواقي البيض بقى زي مثل البصل ده مضاد حيوي من اقوى المضادات الحيويه الطبيعيه، والبرنجان ده مليان بالحديد وبالفيتامين وبالبروتين. الخيار، وده الخيار بيطري على الطيور بتاعتنا، بيرفع نسبه الرطوبه في الجو الحار. وكمان الكوسه او القرع او الطماطم او الحاجات دي كلها بتزود معانا من انتاج البيض، وبترفع معانا من هرمونات الفراخ بتاعتنا. والبطاطس دي بقى ملانه بالنشويات، والنشويات دي هي اللي بتخلي الطيور بتاعتنا توصل لوزن عملاق في خلال وقت قصير جدا. بسم الله ما شاء الله الحاجات دي كلها مفيدة بشكل غير طبيعي للطيور بتاعتنا، فيها فوائد غير طبيعية بتوفر معانا من العلف، لان زي ما احنا عارفين العلف بقى اسعاره مهولة جدا، كل يوم بنسمع سعر مختلف للعلف بتاعنا، ده حرام جدا. فاحنا هنسيب بقى العلف للتجار اللي بيغلوا العلف ده ياكلوهم، احنا هنعلف الطيور بتاعتنا من بواقي المنزل. ربي يا حبايب قلبي الفيديو ده يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه بشكل كامل، ويصلوا على الحبيب المصطفى وحطوا لايك للفيديو ده علشان ينتشر يوصل لناس كتيرة جدا ويستفادوا من الفيديو ده بإذن الله بشكل كامل. الفيديو ده عملنا فيه علفة قوية جدا في زيادة الأوزان. مع السلامة، اشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله.